البلاك بيل مش معناها انك تكره شكلك او انك انت تتقبل نفسك غصبا عنك، لا، معناها انك تاخد قرار يغير شكلك وانت واعي يعني ايه، وتبقى واخد بالك منه كويس قوي. تمام، انا عايزك تركز في شكلي دلوقتي. تمام، خليك معايا ثانيه. ايه رايك بقى في نفس الفيديو؟ السؤال بقى، لو البلاك بيل احباط، او مثلا بتخليك مثلا تكره نفسك، او حتميه جينيه، او وهم زي ما هم بيقولوا لك، هل انا كنت هتجرأ اعمل حركه زي دي قدامك؟ ابدا. ايه كل الفكره؟ ان انا كان عندي فرق في اسناني، تمام، وده كان باين عليه في فيديوهات قبل كده. عملت حشو تجميل، الدنيا لذيذه لحد هنا. المشكله ان انا في فروقات في الجنب مش باينه. تمام، لحد هنا لحد هنا مفيش مشكله. انا حبيت ان انا اخلي الحشو ده يتشال، انا عايز اعمله تقويم، فشلته. بس استاذنت الدكتوره طبعا، خدت منها بواقي الحشو بحيث ان انا اقفلها، بحيث ان انا اعمل لك الفيديو ده مخصوص. ليه بقى؟ انا عايزك تفهم ان بص كده الشكل، اعتقد ما فيش، بص ده فرق اسنان بسيط، مش بقول لك سنه طالعه وسنه راجعه خالص. تمام، الشكل فرق ولا لا؟ فرق. طب هل ده معناه ان انت يجي لك احباط لو انت عندك حاجه؟ لا خالص، ما كنتش طلعت انا قلت لك حاجه زي دي. اللي انا عايزك تفهمه من الفيديو ايه؟ انك انت تبقى فاهم ايه نقطه ضعفك وايه نقطه قوتك، وايه اللي تقدر تعدل فيه واللي ما تقدرش تعدل فيه. انا عن نفسي مثلا هعمل تقويم شفاف. التقويم ده تقريبا سعره ممكن يعدي ال 20,000. تمام، بالنسبه لمصر ده رقم. انت مثلا واحد مش مقتدر، اعمله معدني عادي، مش لازم تعمله اغلى حاجه، اعمله بالتقسيط، اعمل حشو تجميل. يا عم ما تعملش، بس خليك حاطط في دماغك ان حاجه زي دي هتفرق معاك. لما ان شاء الله ربنا يكرمك ابقى اعمل يا عم عادي. ولازم تفهم ان انا لو خايف من شكلي ما كنتش اتجرأت شلت الحشو. تمام، لو انا مثلا خاف يعني ثقتي في نفسي مثلا هتتهز بسبب ان في فرق في اسناني او في حاجه، ما كنتش شلته قدام عينيك. فاهم قصدي؟ انا الفيديو ده حبيت اعمله قبل ما ابدا في نظريه الانتقال الجنسي، لان الانتقال الجنسي دي 90% منها قايمه على الشكل. تمام، ولازم تتقبلها، الطبيعه ما بترحمش. الجنس التاني او البنت لما تيجي تختارك مش هتفرق بقى معاها انت ظروفك عامله ايه، شكلك كده ايه، طب مفيش الكلام ده. تمام، وانا بتيجي عليا فتره من الفترات بيبقى شكلي ضايع، شكلي مش مهتم بيه، ده طبيعي لان انا عندي التزامات تانية، انا مش كل حاجه هتبقى الشكل. تمام، بس انت تقدر تعمل ده، طب ما تعمله. ليه تزنق نفسك في حته ان الشكل ما بيفرقش؟ اه اصلا مش عارف ايه، اصل الشخصيه ليه يعني؟ طب ماشي الشخصيه اهم، طب ما تظبط شكلك برضو يعني ايه المشكله يعني؟ دي حاجه انا نفسي بقعد استغربها. اظبط شكلك عادي. لازم تفهم ان كل نقطه في جسمك او في شكلك بتفرق. بص انا فرق، بس انت متخيل شكل الفيديو كان عامل ازاي في الاول وهنا؟ تمام، وده مش معناه ان انا بقول لك يعني ايه روح خلاص ايه ده روح عدل كل شكلك، لا مش ده اللي انا اقصده، بس كله بالطريقه. في ناس بتقول لي ايه، طب يا احمد ما تظبط شعر. انا بص عشان تبقى فاهم حاجه، انا قاعد هنا لوحدي، تمام، فانا بعمل اكلي، بشتغل، بتمرن، بذاكر، يعني في مليون حاجه بعملها، بتعلم حاجات جديده. فحته ان انا اظبط شكل كله دي صعبه، بس انت في ايدك تعملها. طب ما تودي. طب انت مش مقتدر دلوقتي تعمل الحوار ده مثلا في اي حاجه تانية على فكره، مش الاسنان بس، ممكن مثلا بشرتك، شعرك، جسمك، حبوب مثلا، وحمه في وشك، ايا كان نوع الحاجه، ما تعملها. ايه المشكله؟ انا واحد دلوقتي مش عارف اعملها، طب ما تعملها انت، ايه المشكله؟ مش هتقدر حطها في بالك. حاول تجتهد مثلا في الفلوس، حاول تشتغل تعمل فلوس بحيث ان الموضوع ده يبقى بالنسبه لك سهل. ولازم تعرف ان شكلك انت كراجل بتتفرج عليا مهم، ومش عايز اقول لك اهم من شكل البنت. تمام، الشكل بيفرق وبيفتح لك فرص كتيره ومع الجنس الاخر، وبيفرق في الشغل وبيفرق في حاجات كتير. بس هل كل حاجه في جسمك او في شكلك هتعرف تعدلها؟ طولك مش هتعرف تعدله. حجم جمجمتك نفسه ممكن بتمارين الوش تغير جزء فيها، انما مش هتعرف تغيرها كلها. دي انا ماليش دعوه بيها، مش بقول لك روح اعمل عمليه طول فيها يعني طول بيها نفسك، لا. عندك مشكله في اسنانك روح صلحها، عندك مشكله في شعرك روح صلحها، مالكش دعوه بيا، مالكش دعوه بيا انا بعمل ده ولا ما بعملش، انا بديك النصيحه اعملها بس. تمام، انت ظروفك غير ظروفي. انا كاحمد مثلا مادياتي تسمح ان انا عملت تقويم شفاف، انت ما تقدرش ما تعملوش، اعمل تقويم عادي. عندك مثلا مشكله في شعرك، اصلع مثلا او شعرك خفيف، روح ازرع شعر، ايه المشكله؟ هل انا بقول لك روح خد قرض وعرض نفسك للحبس مثلا عشان تعمل شعرك؟ لا، اجتهد واشتغل وخلي الموضوع بالنسبه لك ايه يعني في اولويه. تمام، انت عايز تعمله دلوقتي ما تعملوش، بس ما تشتغلش نفسك وتقول لي ايه اصل الشكل ما بيفرقش، اصله بيفرق، اصل فصل.
واصل بتجيب لي كتاب. يعني بص انا واحد اهو بقول لك يعني انا شلت لك الحشو قدام عينيك وكملت لك الفيديو واخلص الفيديو، وممكن في الفيديوهات الجايه اكمل في الشكل ده لحد ما التقويم يظبط دنيته وكل حاجه تمام. بس اللي انا عايز افهمه لك ايه، ان اللي هي مش اكتئاب، مش وهم. الشكل بيفرق، واديك انت بنفسك شايف. يعني مش انا جايب لك مثل عليا انا تمام. ولاحظ ان انا ما جبتش سيره الشخصيه. كونك انك انت البنت تختبرك وتعدي الاختبار ده ملوش علاقه بان انت تروح تظبط شكلك. ما تقوليش بقى الشكل بيفرق في الاول، ما تشغلش دماغك. انا بتكلم في الشكل دلوقتي. بص اعتبر الريد بيل دي او الشخصيه لسه انت ما تعرفش حاجه اسمها ريد بيل، انت عرفت حاجه اسمها بلاك بيل بس. او الشكل بيفرق ولا لا، مالكش دعوه بالريد بيل دلوقتي. ما تدخلش الريد بيل بالله عليك في الموضوع ده. غرض الفيديو ده مش ان انا اقول لك بص انا بعمل ايه، لا، غرض الفيديو ده ان انا اعرفك بص الشكل بيفرق ازاي. فرق في السن اقل من سنتي، بص غير شكلي ازاي. تخيل بقى وشك بقى، بشرتك، شعرك، عينك، الجولاين، الكلام ده طبعا، عضلاتك، اي حاجه، تسريحه شعرك، نظافتك، لبسك، كل ده بيفرق معاك تمام. ما تقعدش بس تجري ورا وهم الشخصيه بس. الشخصيه جميله وكل حاجه، خدها وظبط شكلك معاها تمام. فلازم تفهم حاجه زي دي. وكون ان انا بقول لك الشكل مهم او الشكل الراجل بيفرق عند اي حاجه تانية او في اي حاجه تانية، ده ملوش علاقه بالشخصيه. انا ما بقولكش لما اطلع اقول لك الشكل اهم من الشخصيه او اظبط شكلك وسيبك من الشخصيه، او بقى ساعتها قول اللي تقول، ما تعملش حاجه في شكلك تمام. فلازم تتقبل حقيقه حاجه زي دي، وسيبك من اللي بيقدموا ريد بيل وبيهاجموا البلاك بيل ويقول لك حتميه جينيه، اصل مش عارف. هو بيبقى في الغالب عنده مشاكل هو مش عايز يصلحها، هو بيجري ورا الشخصيه، ودي حاجه ترجع له، انا ماليش دعوه بحد تمام. بس وانت بتجري ورا شخصيتك وانت بتطور في شخصيتك، ظبط شكلك، ظبط لبسك، ظبط ريحتك، اعمل فلوس، ظبط فورمتك. تعرف تغير شكل عينك بالتمارين اعملها، جولاين ودي، اعمل اللي تعمله. دقنك زي ما انا قلت قبل كده كنت املس واستخدمت مونوكسيديل طلعت، انا دلوقتي حالقها عادي. ودي روح فاهم. ما تخليش حد يشتغلك ويقول لك ان الشكل ما بيفرقش. وخلي بالك عشان القناه هيبقى فيه جزء كبير منها مبني على علم البيولوجي. الشكل بيفرق في الكائنات الحيه كلها مش الانسان بس. الموضوع في طبعا ناس تقول لك ايه، لا اصله بيفرق في الست بس. هو بيفرق بشكل اكبر في الست، بس بيفرق في الراجل. المفاجاه انه شغال على الحيوانات هو كمان تمام. وحلقات الانتقال الجنسي اللي جايه دي هتبقى خيرا من الدليل. انا حبيت ان انا اعمل الفيديو ده مخصوص قبل ما ابدا انا كنت هنزل المفروض حلقه النهارده في الانتقال الجنسي، حبيت لا اجلتها وقلت انزل الفيديو ده الاول عشان تبقى مستوعب انت داخل على ايه، عشان تبقى فاهم وانت بتتقبل الكلام ان الموضوع مش صعب، مش حتميه جينيه زي ما هم بيفهموك. في حاجات مش هتعرف تعدلها زي ما قلت لك، طولك، عظمك نفسه انت ممكن تتحكم فيه جزئيا بس مش هتعرف تحدده كله. بس انت بتعمل اللي عليك تمام. انما ما تسيبش نفسك رفيع او مدهن وتقول لي اصل دي جيناتي. انت جربت تعدل شكلك وتشوف في فرق ولا لا؟ طب انا واحد جربت واديك شايف الفرق بنفسك. انا جربت، انا كنت رفيع وبقيت عندي عضلات شويه، شفت الفرق بنفسي. حاجات كتيره اتغيرت، كنت املس لما بقى عندي ده شفت الفرق بنفسي. انت فاهم قصدي؟ حاجات اللي بيهاجم البلاك بيل مش هيقولها لك. اخره ممكن يقول لك انزل جيم وخلاص، ظبط شعرك وخلاص، ده اخره. ظبط وضعيتك ولغه جسد والكلام ده. الموضوع اكبر من كده. حاول تنظف اكلك، حاول لو عندك حبوب تشيلها اول باول. انا عندي مشكله في الحوار ده، بس زي ما قلت لك ان انا عندي التزامات تانية، بس كده كده كله مع الوقت هيتعدل. سواء شئت اما بيت، كده كده كلها مساله وقت. انت معاك وقت، معاك فرصه احسن مني، طب ما تودي. فاهم قصدي؟ انت ممكن يا عم تبقى ربنا كرمك سنانك ما فيهاش مشكله، بس عندك مشكله مثلا في شعرك، ودي على شعرك على طول. انا ما عنديش مشكله مثلا في الشعر. انت فاهم النقطه؟ كل واحد ونقطه ضعفه. انت عندك نقطه ضعف في حاجه العب عليها، بجانب ان انت بتطور في شخصيتك، بتخلي البنت ما تقلش منك، بتزود فلوسك، بتزود ذكائك الاجتماعي. ودي فاهم. انا ما بقولكش سيب الشخصيه واهتم بالشكل، انا بقول لك ايه، عدل اللي تقدر عليه. ويا سيدي بعد ما توصل لاقصى حاجه عندك وتظبط وبقى ساعتها يا سيدي نشوف بقى ساعتها الشكل فرق ولا لا. بس اعتقد بعد ما تجرب الحوار ده هترجع تشكرني. عايزك بقى تركز على الناس اللي بتقول لك ان الشكل ما بيفرقش، او الحاجات دي ما بتفرقش، والحاجات دي وهم، والكلام اللي احنا دايما بنسمعه عن البلاك بيل ده. هتلاقيه في الغالب يا اسنانه فيها مشكله، يا شكله فيه مشكله، يا شعره فيه مشكله. بص هو لازم تلاقي ده ان لم يكن الثلاثه مع بعض. معظم مصر
تقريبا تلات ارباع يعني الشباب ما شاء الله رجاله وستات عندهم مشاكل في اسنانهم. تمام. المشكله ان الناس مش عايزه تتعب، مش عايزه تجتهد، مش عايزه تستثمر. يعني انا حطيت رقم مش قليل في ان انا اعمل سناني. لو انا مثلا اصلع او عندي صلع في شعري، عشان اعمل عمليه زراعه شعر ده ممكن يوصل 30 40 50 الف جنيه مصري، وده رقم كبير على فكره. تمام. ده ممكن يوصل ل 1000 دولار ويمكن اكتر. ولازم طبعا الالتزام بعد العمليه قصص. تمام. فبيختار بقى الحل السهل. تمام. نفس حوار البلو بيل كده في الريد بيل. ايه ده انا لازم اخلي فيه شخصيه، ده انا لازم اركز، ده انا لازم ما اخليش. يقول لك لا انا ابقى بلو بيل احسن. فاهم؟ لو ركزت هتلاقي الاثنين نفس الفكره، بس ده بدل ما هو في الريد بيل لا ده هتلاقيه في البلاك بيل. تمام. هو مش هيقول لك كده بشكل صريح. يقول لك ايه، ظبط شكلك، ظبط وضعيه جسمك، ظبط. لازم يقول لك كده عشان ما يبينش كده، انما هو في الاساس في الغالب هتلاقيه معفن اصلا. تمام. والكلام ده مش على اي حد عامه. تمام. بس معظم اللي بيهاجموا البلاك بيل هتلاقوا فيهم الصفات دي. خلي بالك في مصر، بره مصر، في الاجانب، حتى اصحابك اللي بيقولوا لك الشكل ما بيفرقش بعيدا عن بلاك بيل والكلام ده، هتلاقي برضو نفس المشكله فيهم. المشكله ان الناس مش عايزه تتعب. تمام. فما تقعش في الفخ ده. الفيديو ده متسجل بتاريخ 30 12 الساعه 4 وربع العصر بالظبط، هيتمنتج وينزل على طول عشان في السنه الجديده نبدا بقى على نظافه. تمام.